عليكم. تعالوا النهاردة أوريكم صينية بطاطس بالفراخ بطريقة تاني غير الطريقة اللي أنا عملتها قبل كده، وطلعت خطيرة. وعلى ضمانتي اعملي نفس الخطوات اللي أنا هقولك عليها وجربيها وقوليلي فعلا طلعت إيه. هي طلعت تحفة. بص، دي فرخة أنا غسلتها وحطيتها في محلول النقع حوالي ساعتين، وفتحتها من النص ودوست عليها، فتحتها كويس وجبت فلفل اسود ودعكت فيها كده، يعني حطيت لها الفلفل الاسود في كل حته فيها، وحطيت بعد الفلفل الاسود ده ملح. وبرضو ضغطت عليها كويس جدا. انا هعمل الفرخه دي بتتبيله العسل الابيض مع الكاتشب وصلصه وزيت زيتون بس. بعد ما دعكتها هنا كده كويس جدا بالملح والفلفل، جبت طاسه وفيها معلقتين سمنه على معلقه زيت، وقليت وحمرت الفرخه دي على الناحيتين لحد ما ادتني اللون الذهبي الجميل. ليه؟ لان لازم ان انت تديها صدمه كده في الطاسه بالسمنه مع الزيت، بتديكي اللون اللي هو اللون الذهبي. تفضلي تقلبي فيها من هنا ومن هنا. بعد ما طلعتها على نفس الزيت والسمنه، حطيت بصله متقطعه شرايح وعملتها كده شويه في الطاسه لغايه ما دبلت. وطبعا حطيت لها حته ملح عشان تدبل بسرعه. وبعدين نزلت عليها بكام حته فلفل شرايح، اي فلفل عندك، اخضر اصفر احمر اي حاجه. الفلفل اللي انا بحطه بارد لان عندي اطفال هتاكل معانا الاكل ده. حطيت فصين توم بس، خبطتهم كده بالسكينه وحطيتهم. بعد كده نزلت بالبطاطس، انا مقطعاها يعني مش وسط، لا هي رفيعه ولا هي تخينه. ده بقى السر بتاع الخلطه. معلقتين عسل ابيض، عسل ابيض عادي من اللي عندك، معلقه كاتشب، معلقه صلصه، وملح وفلفل وبابريكا بس. ما حطيتش اي حاجه تاني، ولا ليمون ولا خل ولا اي شيء. دهنتها بالفرشه كويس جدا من الناحيتين، من هنا ومن هنا. وبعد كده حطيت كل الخليط بتاع البطاطس اللي انا عملته في الصاج، وحطيت عليهم الفرخه ودخلتهم الفرن. قعدت في الفرن حوالي مثلا 45 دقيقه، وكانت زي الفل بقى، يعني طيبه وجوسي وجميله. رحت مولعه عليها الشوايه 5 دقايق وطلعتها. كانت طعمها حلو. اعملي الطريقه دي وعلى ضمانتي هتبسطك جدا. طعمها مختلف، طعمها حلو قوي. العسل مع الكاتشب مع البابريكا مديين ميكس كده، طعمه حلو قوي.